هعمل معاكم الكريم شانتيه بطريقه بسيطه جدا جدا، من غير بس ما نقول بالظبط الميه. يعني انا هحاول اقول لكم توصلوا ازاي للقوام المظبوط. معانا هنا 4 معالق كبيره من الكريم شانتيه، معانا حوالي كوبايتين ميه ساقعه، بس هقول لكم بالظبط هناخد قد ايه وانتوا تعرفوا ازاي هنحتاج تاني ولا مش هنحتاج تاني، لان على حسب نوع الكريم شانتيه بياخد ميه. في كريم شانتيه الاكياس العاديه، ده كريم شانتيه خام من عند اي بتاع مستلزمات حلويات. هننزل بكريم شانتيه اهو، ممكن تضربوه بالمضرب كهربائي، يا اما اللي مش عنده مضرب كهربائي ممكن يضربه في الخلاط، بس هياخد معاه وقت. معايا كمان حاجه اضافيه، بحط معلقتين كبار من اللبن باودر، بيديه طعم حلو. دي اختياري، اللي مش حابب يحط ما يحطش. بس كده، وهنزل بقى بالكوبايه. اول حاجه مش هحط الكوبايه التانية غير اما اشوف الكوبايه الاولى هتديني القوام المطلوب ولا لا اهو. ونبدا نضرب بقى معانا على اعلى سرعه، وهرجع اقول لكم اوريكم القوام بتاعه بقى عامل ازاي. هحط بقى معاكم نص كوبايه ميه كمان، يعني مش هنزل بالكوبايه التانية على طول، نص بس، وابدا اضرب تاني لغايه ما اشوف القوام هيوصل لايه واوريه لكم. ادي بقى الكريمه بعد ما اتضربت، هي خدت معايا كوبايه ونص ميه بالظبط ساقعه. انتوا اذا حابين تجربوا هتاخد معاكم من كوبايه لكوبايه ونص بالظبط. هنعمل بقى اهو، شايفين؟ عايزه اوريكم انتوا عرفتوا منين السمك بتاعها مظبوط. مجرد ما نرفع كده المضرب كده، اللي هي عملت البوز اللي طلع في الكريمه من فوق ده كده، وما نزلش تاني كده، تبقى الكريمه سمكها مظبوط واتضربت معايا كويس جدا. شايفين؟ وطبعا الفوليوم بيعلى معايا بالشكل ده. عشان تستخدموها لاي حاجه لازم تحطوها في التلاجة تتشمع وتجمد الاول، وبس كده.